4 عادات يومية هقول لكم عليها دلوقتي حالا، لو طبقتوهم والتزمتوا بيهم اضمن لكم ان انتوا هتحسنوا الانجليزي بتاعكم باسهل واسرع طرق وتوصلوا كمان للاحتراف وعن تجربة. تابعوا معايا الفيديو وفي اخره كمان هقول لكم بالظبط ازاي تقسموا يومكم وتطبقوا العادات دي في خلال اليوم، فتابعوني لاخر الفيديو. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده. اشترك دلوقتي حالا في القناه، هتحسن وتتعلم الانجليزي باسهل واسرع الطرق المضمونه 100%. تعالوا بينا نبدا واقول لكم على العادات على طول. قبل ما ابدا واقول لكم العادات خليني اقول لكم انه علشان نتعلم اي حاجه جديده في حياتنا، سواء عاده جديده عايزين ندخلها في حياتنا او عايزين نتعلم لغه او نطور اي مهاره عندنا، بيطلب مننا 3 حاجات. اول حاجه خالص وهي الوقت. لازم نعرف ان احنا لازم ندي للحاجه اللي احنا عايزين نتعلمها دي جزء من وقتنا وجزء من يومنا، وده اللي انا هحاول اقول لكم ازاي تعملوه ان شاء الله علشان تتعلموا وتحسنوا الانجليزي بتاعكم. وتاني حاجه وهي المجهود. لازم ان احنا علشان نتعلم اي حاجه جديده طبيعي جدا ان هي هتاخد مننا مجهود، يعني مفيش اي حد في الدنيا هيقدر ان هو يقول لك انا هعمل لك كده فتتعلم الانجليزي او تتعلم اي حاجه خالص انت عايزها من غير ما انت تبذل مجهود. فلازم تعرف ان انت لازم هتبذل مجهود علشان ان شاء الله توصل وتحقق هدفك. وثالث حاجه وهي اهم حاجه وهي الالتزام. طبعا احنا ممكن في اوقات كتير جدا بيجي لنا حماسه، وخصوصا ان احنا دلوقتي في بدايه سنه جديده 2023. اتمنى يا رب من كل قلبي انها تكون سنه حلوه علينا ونحقق فيها كل احلامنا واهدافنا، بس في العاده بيكون عندنا طاقه كده وانرجي وعايزين ان احنا نحقق كل حاجه احنا بنكتبها، وتقريبا بعد اول اسبوع ممكن تلاقي ان الطاقه دي قلت خالص وراحت. فالمهم هنا هو الالتزام، التزامك في تحقيق هدفك. انا عايز اوصل واتعلم انجليزي ويكون من احد اهدافي في 2023 اني احسن واطور الانجليزي بتاعي واوصل كمان للطلاقه. فعلشان كده جات لي فكره الفيديو ده النهارده ان انا انشره لكم في بدايه السنه ان شاء الله، علشان لو طبقتوا ال4 عادات دول وزي ما قلت لكم بضمان كمان ان انتوا بجد هتفرق معاكم جدا في مستواكم في الانجليزي باذن الله. تعالوا بقى بينا نبدا. اول حاجه خالص درب نفسك على تدريب البرونانسيشن او النطق. يعني ايه بقى يا دعاء الكلام ده؟ تعالوا اشرح لكم واقول لكم ازاي ممكن نعمل الموضوع ده. بصوا، انا كان بيجي لي طلاب كتير جدا ان هم يعني بيكون الليفل بتاعهم عالي ولكن عندهم مشكله كبيره جدا في النطق، ان الناس تفهمهم، وده بيأثر بشكل كبير جدا وللاسف على الثقه بالنفس. ما بنحسش ان احنا عندنا اي ثقه بالنفس، مع ان الطلاب دول كان عندهم كلمات كتيره جدا وكمان كان عندهم الجرامر شبه بيرفكت، عارفين كل قواعد الجرامر يعني عن ظهر قلب، ولكن علشان هم عندهم عدم ثقه في نفسهم ان هم يتكلموا او ان هم ينطقوا صح واللي قدامهم يفهمهم، ده اثر عليهم بشكل كبير جدا وبشكل سلبي. وعلشان كده لازم تخلي في عاداتك اليوميه، وانت حتى بتجهز نفسك وانت رايح الشغل، وانت بتغسل وشك وانت بتغسل سنانك، بتحضر نفسك، بتجهزي نفسك، بتحطي ميك اب، حاولوا ان انتوا تدخلوا معاكم تدريب النطق، ان انتوا تحسنوا النطق بتاعكم بالانجليزي. وهقول لكم كمان شويه ازاي تطبقوا دوت وازاي تقدروا ان انتوا تعملوه كمان. فزي ما قلت لكم هيفرق معاكم جدا في الثقه في النفس. وممكن يكون طبعا ده مش ذنبكم ان النطق اصلا بتاعنا بيكون للاسف مش صحيح، ممكن تكون عيب في المدرسه في الاول، الدراسه ما كانوش بيركزوا ان احنا ننطق صح او ان احنا نتكلم صح، فبالتالي احنا وصلنا للمرحله دي دلوقتي ان احنا نطقنا مش احسن حاجه في الدنيا. ولكن النهارده هقول لكم ودلوقتي حالا اهو ازاي ان انت تقدر تعمل موضوع النطق ده وتطبقه في حياتك اليوميه وتعمله كمان تدريب هيفرق معاك على مر الايام بشكل سريع جدا في نطقك وفي جوده البرونانسيشن بتاعك. ونقطه تانية مهمه جدا، انا طبعا مش هطلب منك ان انت تنطق تكون زي الامريكان ولا زي البريطان ولا زي مش عارف ايه، لا، اللي يقول لك كده كمان هيكون بصراحه حد انا مش مقتنعه بيه قوي يعني، وحاجه انا مش مقتنعه بيها في حياتي. اهم حاجه ان انت يكون نطقك مفهوم. انا شخصيا اتعاملت مع ناس كتير من الصين ومن الهند، بيكون الاكسنت بتاعتهم اكيد واضح ان هم مش نيتيف، هو معروف ان هم مش نيتيف، ومش مطلوب مننا ان احنا نكون نيتيف، يعني مش مطلوب مننا ان احنا نتكلم زي الناس اللي مولودين وبيتكلموا انجليزي اصلا. اهم حاجه وحتى لو سافرت بره او اشتغلت في شركه انترناشونال ان انت يكون نطقك صحيح ويكون نطقك كمان واضح ومفهوم، هي دي الفكره. لكن اللي يقول لك اتكلم زي الامريكان او اتكلم زي البريطان بصراحه ده حاجه مش عمليه ومش مطلوبه، وانت مش لازم حتى تجهد نفسك فيها، بس اتعلم ان انت تنطق صح.
كفايه بقى رغي كتير، وقول لنا دلوقتي ازاي نعمل تدريب النطق اليومي ده. 3 حاجات. اول حاجه خالص تبدا ان انت تسمع افلام، تسمع مسلسلات، تسمع فيديوهات على اليوتيوب، تسمع بودكاست وهكذا. هسيب لكم دلوقتي حالا في الاي فيديو مهم جدا جدا انا عاملاه برشح لكم فيه افلام حلوه قوي قوي، الانجليزي بتاعها سهل، ولو سمعتوهم ولو حبيتوا النوع ده من الافلام كمان تقدروا ان انتوا تسمعوهم وتسمعوا مقاطع منهم، وبالتالي تقدروا ان انتوا تعملوا التدريب اللي انا بقول لكم عليه. فشوفوا الفيديو ده لانه مهم جدا جدا. وانت مثلا قاعد في الباص بتاع الشغل او انت رايح الشغل، خلاص معاك مقطع من الفيلم او معاك مقطع من مسلسل او معاك حتى فيديو على اليوتيوب مشغله وحاطه في الهاند فري وقاعد تسمع ومركز فيه كويس جدا. تبدأ بعد كده تطبق الخطوة التانية، وهي ان انت تبدأ تنطق. يعني ايه؟ تبدأ تكرر الكلام اللي انت بتسمعه، كرره وسجله لنفسك وارجع اسمع التسجيل ده مرة تانية. بعد ما هتسمع التسجيل دوت مرة تانية هتبدأ انت بنفسك تلاحظ الغلطات اللي انت بتعملها في النطق ما بين اللي سمعته وما بين اللي انت بتقوله. فتبدأ ان انت واحدة واحدة ان انت تصحح لنفسك اخطاء النطق بتاعتك، وهتلاقي بعد ايام يعني تطور كبير جدا وبشكل ملحوظ، وانت هتفرح بيه قوي قوي. تالت حاجة، لو بتحب القراية اقرا بصوت عالي، اسمع نفسك كده صوتك وانت بتقرا مثلا. انا كنت سبت لكم او قلت لكم قبل كده على فيديو حلو قوي برضو وتدريب حلو قوي اللي هو تدريب القراية وتعليم الانجليزي من خلال القراية. خليني اسيب لكم كمان الفيديو دلوقتي حالا في الاي. التدريب دوت او ان انت تقرا بصوت عالي هيخلي عندك ثقة كبيرة جدا جدا في نفسك. انا بحب القراية، بحب ان انا اقرا كتب مثلا عن السيلف ديفلوبمنت، تطوير الذات وتعليم الحاجات الجديدة، وعامله مثلا ان انا كل يوم بقرا صفحه واحده بس في اليوم من الكتاب دوت، اقراها بقى بصوت عالي كده واقراها وانا واثقه في نفسي ومش فارق معايا اي حاجه خالص. واحده واحده هتلاقي نفسك ان انت نطقك اتحسن بشكل كبير جدا، وحصيله كلماتك كمان زادت بشكل كبير جدا جدا جدا. فخليني اعمل لكم اختصار ومراجعه لنقطه البرونانسيشن او تدريب النطق من خلال 3 خطوات. اول حاجه نسمع افلام، نسمع مسلسلات، نسمع تسجيلات، نسمع برامج، نسمع حاجات على اليوتيوب واحنا رايحين الشغل في الباص. تاني حاجه هتسجل وتبدا تتكلم، تسجل لنفسك وانت بتتكلم وبتعيد الكلام اللي انت سمعته، هتبدا تلاحظ الغلطات وتبدا ان انت تصحح لنفسك. تالت حاجه بحب القرايه، اقرا بصوت عالي، اقرا وانت واثق في نفسك، عادي اعمل غلطات، واحده واحده هتلاقي نفسك ان انت بتتطور وبتتحسن، والبرونانسيشن كمان بتاعك بيتطور بشكل كبير جدا وسريع كمان. تاني حاجة absorb English، استغل كل فرصة ان انت تمتص اي معلومات جديدة بالانجليزي. absorb يعني يمتص، زي السفنجة كده، خليك زي السفنجة بالظبط. ايوه والله عادي، انا بقول للطلبة بتوعي كده وهم عارفين الكلام ده كويس. فحاولوا ان انتوا تاخدوا اي فرصة ان انتوا تتعلموا فيها كلمات جديدة، expressions جديدة، طرق جديدة ان انا اعبر بيها عن نفسي. مثلا انا مسافر فابدا اشوف فيديوهات ازاي اتكلم انجليزي في المطار، وعلى فكرة هسيب لكم في الوصف تحت فيديوهات حلوه قوي انا عاملاها لكل الانجليزي اللي انتم ممكن تحتاجوه وانتم مسافرين في بلاد مختلفه حول العالم. فاللي عايزه اقوله لكم absorb English او النقطه دي اللي هي ان انت تحاول ان انت تاخد كل فرصه ممكنه ان انت تخلي او تتعلم حاجات جديده في الانجليزي. طب ما اقول لكم بقى خطوات ازاي نعمل الموضوع ده. اول حاجه خالص اسمع، حاول ان انت تسمع على قد ما تقدر من اي حاجه انت بتحبها، ولازم يكون في مجال انترستنج او مهم بالنسبه لك. يعني مثلا انا بحب الميك اب فهتفرج على حاجات او فيديوز بالميك اب بالانجليزي، ما بلاش ان انا اشوف حاجات بالعربي. بحب الفوتبول، بحب كره القدم، كمان اشوف محتوى انجليزي. بحب البيزنس، بحب تطوير الذات، بحب اي حاجه، اي مجال اختاره لازم ان انت تتفرج على حاجه تكون انترستنج بالنسبه لك. طب ايه هو السبب؟ علشان تخليك دايما موتيفيتد، دايما ان انت متحفز ان انت تتعلم، متحفز ان انت تكمل ان انت تتعلم الانجليزي بحاجه او بمجال انت بتحبه ومربوط دايما بحاجه انت بتحبها. تاني حاجة القراية، اقروا على قد ما تقدروا. مثلا في بوستس كتير او حاجات كتير مثلا هتلاقوها على الانترنت، في بلوجز اللي هي المدونات برضو هتلاقوها على الانترنت متوفرة في اي موضوع انا بحبه. يلا ادخل دلوقتي حالا على جوجل، اكتب اي حاجة انت بتحبها، مثلا how to best invest money مثلا، يعني ايه افضل الطرق ان انا اعمل بيها استثمارات في الفلوس. what's the best ways to travel the world مثلا، ايه هي افضل الطرق
الطرق اللي انا اسافر بيها حول العالم. اكتبوا ده دلوقتي حالا في جوجل وابداوا اقروا المقالات اللي هتطلع لكم، بس اعملوا السيرش نفسه بالانجليزي علشان يطلع لك النتائج بالانجليزي، فتبدا تلاقي المحتوى اللي انت حابه واللي انت مهتم بيه بالانجليزي. كمان شويه هقول لكم وهخطط لكم يومكم بالظبط وبالوقت كمان ازاي ان انتوا تقدروا تطبقوا كل الاكتيفيتيز دي او كل النشاطات دي بحيث انها تكون يعني كل يومكم كده متسيستم، وكل حاجه كده انتوا طالعين من الفيديو ده انتوا عارفين كل حاجه هتعملوها علشان تحسنوا وتطوروا الانجليزي. فتابعوا معايا الفيديو للاخر. واحنا بنحاول نابزورب الانجليش او نمتص الانجليش او نحاول ناخد اي فرصه قدامنا ومتاحه ان احنا نتعلم فيها الانجليزي، خلي معاك دايما نوت بوك. بصوا النوت بوك دي هتفرق معاكم 360 درجه والله في حياتكم بجد. النوت بوك هتقدر تكتب فيها كل الكلمات اللي انت بتتعلمها، كل الاكسبريشنز، كل حاجه جديده انت قادر ان انت تتعلمها او بتتعلمها خلال يومك، هتبدا ان انت تقعد تكتبها وتتعلمها. وبعد ما تكتب الكلمات دي تبدا ان انت تدي عليهم اكزامبلز. زي ما قلت لكم قبل كده خليك دايما اكتيف ليرنر، يعني دايما بتعلم بشكل ايجابي، بشكل ان انا مش بس بسمع وخلاص، لا انا بدي اكزامبلز، انا بعرف المترادفات بتاعت الكلمه دي، بعرف النطق الصحيح بتاعها، بعرف كل الحاجات دي. اتعلموها كده، اكتبوا على قد ما تقدروا اي حاجه جديده تصادفكم، اي تعبير عجبني سمعته في فيلم، سمعته في فيديو، دعاء قالته مثلا، فاقوم كاتبه على طول في النوت بوك دي وابدا اكتب عليه انا كمان اكزامبلز واستخدمه انا من عندي، وابدا كمان ان انا اعرف اكتر عن الكلمه دي واضيف لها واغيرها وهكذا. وده يوصلني لثالث نقطه، writing، الكتابة. يعني ايه؟ يعني بصوا من اكتر الحاجات اللي دايما الطلاب بيسألوني عليها، ايه يا دعاء اللي نقدر نعمله فنفتكر بيه الكلمات بشكل اسهل واسرع؟ فدايما هتكون اجابتي ليهم ان انتوا تكتبوا، مش بس ان انا اكتب الكلمات ومعناها بالعربي والحاجات اللي احنا كنا بنعملها في المدرسة، لا مش كده خالص. ان انت تكتب الكلمه، تكتب الاكزامبلز بتاعتك، تكتب استخداماتك انت للكلمه دي نفسها، تكتب المضاد بتاعها، تكتب سينونيمز ليها يعني مترادفات ليها، تحاول ان انت تستخدمها على قد ما تقدر. وطبعا انا مش بقول لك ان انت مثلا في عاداتك اليوميه اللي بقول لك عليها دلوقتي تكتب مثلا مقال ولا كده، لا حاول مثلا تكتب المهام اللي انت عايز تعملها في يومك، بدل ما نكتبها بالعربي واحده واحده اكتبها انجليزي. او مثلا في اخر اليوم خالص وانا قاعده مع نفسي هبدا اراجع انا عملت ايه النهارده، حققت ايه، ما حققتش ايه، والكلام ده كله. اكتبوا كل الكلام ده بالانجليزي، بلاش ان انتوا تكتبوه بالعربي. واحده واحده مثلا اكتب حاجات مثلا انا حسيتها او مريت بيها النهارده سواء حلوه او وحشه، ابدا ان انا اسجلها واحاول ان انا اسجلها بالانجلش. واحده واحده هلاقي الموضوع ده بقى سيستم في حياتي. انا كل يوم بروح وبالليل وقبل ما انام ببدا اكتب كل اللي مريت بيه. فاكتبوا الحاجات اللي انتوا بتعملوها كل يوم او الحاجات اللي انتوا حابين تعملوها تاني يوم بالانجليزي، او كمان اي كلمات وتعبيرات جديده زي ما قلت لكم قبل كده اتعلمتوها، ابدا على طول سجلها في النوتة بتاعتك، هتفرق معاك قوي قوي قوي. لو وصلت لحد هنا في الفيديو فانا بشكرك جدا جدا، وعايزاك تكتب لي دلوقتي حالا في الكومنت لما بتطبق الخطوات دي ايه هو الفرق اللي انت حسيته، حسيت بايه، حسيت ان انت اتطورت واتطورت بعد ايه. شاركوا معايا كل تجاربكم دلوقتي حالا في التعليقات. رابع عادة يومية واخر حاجة هي join a discussion. يعني ايه بقى؟ يعني نبدأ ان احنا ننضم الى مجموعات نقدر ان احنا نعمل معاهم مناقشات ودiscussions، ونقدر ان احنا نتكلم وناخد وندي كده مع بعض بالانجليزي. طب بقى انا هقدر اعمل دوت ازاي؟ طبعا هو مهم جدا جدا في تعليم اي لغة ان انا زي ما باخد input، يعني زي ما باخد مدخلات، لازم ان انا ابدأ اطلع output واعمل المخرجات وابدأ ان انا اعمل ممارسة. هقول لكم حل بسيط جدا جدا. كلنا عندنا فيسبوك، مفيش حد فينا ما عندوش فيسبوك. ابدأ ادخل على الفيسبوك واكتب حاجة انت بتحبها في السيرش، يعني في البحث اكتب اي مجال انت بتحبه. بحب الكورة هكتب فوتبول، بحب الفاشن، بحب الازياء، بحب الموضة، اكتبي كده، اكتبي فاشن، اكتبي ازياء، اكتبي ميك اب، اكتب اي حاجة في السيرش. وادخل على الجروبات الموجودة، الجروبس، هتلاقوا ناس بيبدأوا يتكلموا بالانجليزي، وهتلاقوا ناس كتيرة جدا بيبدأوا يسألوا أسئلة ويطلبوا آراء ومحادثات. والبنات هيعرفوا الكلام اللي أنا بقوله ده جدا، يعني هيعرفوا إن أكيد في مجموعات مخصوصة لمناقشة أي موضوعات أنا بحبها في الدنيا على الفيسبوك، وناس كتير قوي بيكتبوا بوستس وبيطلبوا آراء وزي كده. بدل بقى ما نفضل إن إحنا نمسك الموبايل ونقول لا مش هرد والكلام ده وأنا مالي أنا يا عم بيقولوا إيه، لا عايزاكم تبدأوا تشاركوا. اكتب كومنتس. يعني ايه؟ يعني انا قريت مثلا السؤال اكتب تعليقي، اكتب ردي، اكتب اللي انا عايزه اقوله، اشارك برأيي. حاول تشارك برأيك، وزي ما قلت لك انت هتدور على حاجه انت مهماك، يعني انت حاببها وكده، فبالتالي هتلاقي ان انت ليك رأي اكيد وعايز ترد بيه على طول.
فبمنتهى البساطة يعني دي طريقة حلوة قوي قوي ومبتكرة وجديدة ومناسبة للعصر والوقت اللي احنا فيه، واللي احنا معانا التليفونات، ان احنا نبدأ نعمل براكتس انجلش، ونبدأ نجوين كوميونيتيز اللي هم بيتكلموا انجليزي وبيتناقشوا بالانجليزي وعندهم نفس الاهداف وعندهم نفس كمان الاهتمامات اللي عندي. الحل ده طبعا انا هرشحه للناس اللي هم مش عايزين مثلا ان هم يدفعوا فلوس او يروحوا مثلا حاجات مدفوعه. في ابلكيشنز كتيره جدا ومواقع كمان تقدروا ان انتوا تتكلموا مع يعني متحدثين اجانب ونيتيفز وزي كده، وتقدروا تعملوا معاهم براكتس وبالسعر كمان اللي هيكون مناسب ليكم. زي مثلا رشحت لكم قبل كده كامبلي، هو تطبيق حلو قوي تقدروا تنزلوه على التليفون وتشتركوا فيه وتاخدوا الباقه المناسبه ليكم، وهتلاقوا كمان في الاوقات المناسبه ليكم ناس نيتيفز يقدروا ان هم يعملوا معاكم براكتس وتقدروا ان انتوا تعملوا معاهم ممارسه للغه. لكن طبعا الحل اللي فات ده يبقى مناسب لكل الناس ومجاني ومش محتاج منكم اي تكلفه خالص. وبالاضافه كمان للحلين اللي فاتوا هسيب لكم دلوقتي حالا فيديو هنا هيظهر لكم في الاي. الفيديو ده انا شرحت فيه طريقه تقدر تعمل تدريب مع نفسك كل يوم لمده 5 دقائق بس. لو التزمت بيه في اليوم بالتدريب دوت هتقدر ان انت تحسن الممارسه بتاعتك وكلامك والطلاقه بتاعتك في الانجليزي. الفيديو هيظهر لكم دلوقتي، لازم تشوفوه لانه مهم جدا جدا وتقدر اي حد يطبقه في اي وقت وحلو قوي قوي، فلازم تشوفوه. وبس كده اضمن لكم لو انتوا عملتوا ال4 عادات والتدريبات اليوميه دول كل يوم ان ده هيحسن وهيفرق معاكم في الانجليزي باسرع واسهل الطرق. كمان ال4 عادات زي ما قلت لكم: البرونانسيشن، تطبيق النطق، ان انتوا تحاولوا تتدربوا وتحسنوا النطق بتاعكم طبعا. وتاني حاجه ان احنا ناخد اي فرصه ان احنا نابزورب انجلش، يعني افتكروا دايما السفنجه هنمتص كل الانجليزي في اقرب واي فرصه كده جت قدامكم على طول ان انتوا تتعلموا فتعلموا على طول. وتالت حاجة طبعا الكتابة، ان احنا نبدأ ان احنا نكتب حاجات يومية بتحصل لنا، الحاجات اللي احنا عايزين نعملها وهكذا. واخر حاجة خالص ان احنا نبدأ ان احنا نجوين ديسكشنز ونحاول ان احنا ننضم ل كوميونيتيز او ناس تانية ان هم يقدروا يتكلموا معانا انجليزي ونقدر ان احنا نمارس معاهم الانجليزي. بس هفكركم مرة تانية ان اكيد ده هياخد وقت مننا، هياخد مننا شوية وقت ومجهود زي ما قلت لكم في اول الفيديو خالص، علشان نبدأ ان احنا نتعود ونتدرب على العادات الكويسة واللي هتفرق معانا ان شاء الله بشكل كبير قوي في حياتنا. وبما ان انت وصلت لحد دلوقتي معايا في الفيديو، خليني اقول لكم حاجتين زياده. اول حاجه، وقبل ما تبدا التطبيق دوت لازم تعمل بحث كويس قوي. خلينا نقول مثلا لمده اسبوع تبدا ان انت تعمل بحث في ايه بالظبط. يعني بحث مثلا انا هبدا ادور على اي موضوع مثلا هيكون فارق معايا، ايه هو الكتاب اللي انا عايزه اقراه، ايه هو الفيلم اللي انا اقدر ان انا اتفرج عليه وهو ده الفيلم المهم بالنسبه لي واللي هيخليني انترستد، ايه هو مثلا المسلسل اللي هتفرج عليه، ايه هو الجروب اللي على الفيسبوك اللي هبدا ادخل عليه وهبدا ان انا هعمل معاه تدريب المحادثه وهكذا. تاخد اسبوع قبل ما تبدا التطبيق ان انت تعمل ريسيرش او بحث، تبدا تعمل بحث مكثف للحاجات اللي هتكون مناسبه بالنسبه لك. وتاني حاجه، خليني اعمل لكم بالظبط ايه هو السكيدجول اللي ممكن ان انتوا، او الجدول يعني اللي انتوا تقدروا ان انتوا تمشوا عليه كل يوم، بحيث ان انتوا تدخلوا ال4 انشطه اللي انا قلت لكم عليها دلوقتي حالا. هنبدا مثلا ب5 ل10 دقائق كده في اليوم، اول ما تصحى الصبح مثلا وانا بحضر نفسي، او حتى وانا بغسل سناني وانا بحضر هدومي وهلبس ايه والكلام ده. 5 ل10 دقائق كده حاول ان انت تتدرب على النطق، وحاول ان انت تحسن النطق بتاعك. زي ما قلت لك في اول الفيديو، ممكن ان انت تمسك موبايلك وتسجل على طول الحاجات اللي انت سمعتها قبل كده. بعد كده هتبدا ان انت تروح الشغل، واحنا رايحين في طريقنا للشغل سواء كنت في الباص او كنت في العربيه بتاعتك او هكذا، تبدا ان انت تسمع. فتبدا ان انت تسمع مثلا الافلام، المسلسلات، الفيديوهات، الحاجات اللي عندك على التليفون. فده كده وانا رايح الشغل وفي الطريق. بعد كده مثلا في اللانش بريك بتاعنا او في البريك بتاعي من الشغل، الراحه يعني بتاعتي في وقت الشغل، ابدا افتح الفيسبوك وادخل على الجروبس اللي انا عملت لها جوين، اللي هقدر اقرا البوستس بتاعتهم واقدر اشارك، وابدا ان انا يعني اجوين الكونفرسيشن، او ابدا ان انا اعمل براكتس وتدريب كمان للانجليزي. وانا طبعا في اللانش بريك دوت لو مش عايزه ادخل على الفيسبوك، هعمل الحاجه الثانيه ان انا ابدا اكتب
اكتب يومي ماشي ازاي، اكتب الحاجات اللي انا عايزه اعملها، واكتب الكلمات اللي انا اتعلمتها الصبح وانا جاي في الباص من الفيديوهات وهكذا. فتبدا ان انت تكتب الحاجات اللي انت عرفتها جديده. وقبل ما ننام وقبل ما نروح السرير ب10 دقايق مثلا نبدا ان احنا نكتب يومنا كان عامل ازاي، حسينا بايه، مرينا بايه، والكلام ده كله هنكتبه طبعا بالانجلش. وكرروا الحاجات دي كل يوم، اضمن لكم ان انتوا هتلاقوا الانجليزي بقى عادة كل يوم. خلاص هقدر ان انا احسن الانجليزي بتاعي واتطور بدون حتى مساعدة من اي حد. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. والحقيقه الفيديو انا كنت متحمسه ليه جدا جدا، واتمنى جدا من كل قلبي ان هو يعجبكم. وهستنى زي ما قلت لكم تكتبوا لي تحت دلوقتي حالا في التعليقات خبرتكم وتجاربكم وعملتوا ايه وشفتوا ايه لما طبقتوا الطريقه بتاعتي دي النهارده، وتحسنتوا كمان في قد ايه. ولو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك دلوقتي حالا وفعل الجرس كمان علشان يوصلك كل فيديوهاتي. وما تنساش تعملي لايك بليز على الفيديو، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة الفيديو الجاي بإذن الله. باي باي.